لو انت لسه في الكليه فده من اهم الفيديوهات اللي ممكن تشوفها في الوقت ده، وده من اكتر الفيديوهات اللي فعلا هتندم لو ما شفتهاش للاخر. من كام يوم كده كنت بتكلم مع حد من صحابي، وكنا بنتكلم عن الفرق بين المجتمع الغربي والمجتمع العربي في الشغل. ولما جينا فكرنا كده لقينا ان المجتمع الغربي ممكن يبدأ شغل من 14 او 15 سنة، في حين ان المجتمع العربي اغلبهم بيبداوا شغل من بعد ما بيتخرجوا من الكليه. يعني بنتكلم في حته 23 او 24 سنه، ولقينا ان في جاب كبيره قوي من الشخص العربي للشخص الغربي. ودليل على كلامي، الناس اللي موجوده في اوروبا او امريكا مجرد ما بتكمل 19 او 20 سنه بتبتدي ان هي تسكن لوحدها، تتكفل بمعيشتها تمام، محدش بيصرف عليها او حد بيعمل لها اي حاجه. وطبعا انا كلامي مش على كل اللي في الغرب، ولكن كلامي على معظمهم. فلما تيجي تبص على الشخص ده بتلاقي ان هو اشتغل وبقى يجيب مصاريفه وبقى يقدر يسكن لوحده، وبعد ما بيتخرج بيكون اوريدي دخل في شغل مستقر وقدر يعرف هو عايز ايه من سن صغير. وده بسبب انه بدأ بدري جدا، بدأ في سن 14 او 15 سنة، بدأ شغل، جرب حاجات كتير، عاش لوحده. وده اللي ما بيحصلش في مجتمعنا. اما بالنسبه لمجتمعنا العربي بنلاقي ان اغلب الناس بتشتغل بعد ما بتتخرج، لانه بيكون دخل مدرسه الابتدائي وبعد كده الاعدادي بعد كده الثانوي، وكده هو لسه صغير. وبعد ما بيخش الكليه بيبتدي يشوف انا ورايا مذاكره ورايا امتحانات وهكذا، فاهلي يقدروا يتكفلوا بيا الفتره دي. وفعلا الاهل مش بيمنعوا على حاجه زي كده. فبعد ما بيتخرج من الكليه يبتدي يدور على شغل ويبتدي يجرب، وساعتها بيبتدي يكتشف نفسه. ولكن تعالى تخيل معايا كده ان في شخصين، واحد عنده 15 سنه وواحد عنده 24 سنه، والاثنين في ايديهم لعبه، ولكن الاثنين ما يعرفوش عنها اي حاجه، ومفيش مصادر ان هم يعرفوا يلعبوا اللعبه دي. فبالتالي هيحاولوا يتعلموا بالمحاوله والخطا، فده هيبدا يجرب وده هيبدا يجرب، والاثنين هيوصلوا لنفس النتيجه في الاخر. بس لما نيجي نبص من بعيد كده هنلاقي ان الشخص اللي عنده 15 سنه قدر يتعلمها وليكن في سنه، والشخص اللي عنده 24 سنه قدر يتعلمها برضه بعد السنه. بس الفرق بينهم ان الشخص اللي كان عنده 24 سنه دلوقتي بقى عنده 25 سنه، والشخص اللي عنده 15 سنه بقى عنده 16 سنه، والاثنين بيعرفوا يعملوا نفس الحاجه بالظبط. وساعتها بعد ما يتعلموها يبتدوا يكتشفوا هل اللعبه دي بيحبوها ولا لا. لو مش بيحبوها هيشوفوا لعبه تانية يلعبوها ويقدروا يحبوها، ولو بيحبوها فيفضلوا يلعبوها على طول. بس الاختلاف ما بين الاثنين ان الشخص الصغير اكتشف اللي بيحبه بدري، اما الشخص الكبير اكتشف اللي بيحبه متأخر. ويمكن الاثنين بدأوا زي بعض، ولكن الاثنين ما اكتشفوش الحاجة دي في نفس الوقت. فتعال نبص على الشخص الصغير كده، لما نيجي نفكر فيه هنلاقي ان هو ممكن يعمل حاجات اكتر بكتير لان هو بدأ بدري جدا. اما الشخص اللي عنده 25 سنة هو مضطر، حتى لو ما بيحبش الحاجة اللي بيعملها مضطر يكمل فيها. هتيجي تقول لي طب ليه طالما هو مش بيحبها هيكمل فيها؟ هقول لك ان ضغوط الحياة في الوقت ده مش هتسمح له انه يجرب او يحاول في حاجة جديدة او حتى يفكر في حاجة تاني ممكن تكون بتبسطه اكتر. فتعال نطبق بقى الكلام ده على الشغل او تتعلم مهارات جديدة. الشخص اللي عنده 15 سنة قدر انه يشتغل بدري، فقدر انه يعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه. لو الشغلانه دي مش مناسبه ليه فاذا هيسيبها ويجرب حاجه تاني، لان هو لسه عنده وقت يجرب فيه. اما الشخص اللي عنده 25 سنه هيبقى تقريبا متخرج بقاله سنه او سنتين وبيجرب بعد الكليه. هو في الوقت ده ما بيبقاش فيه متسع من الوقت للتجربه، بيبقى فيه مسؤوليات اكبر بكتير. يعني فكر في نفسك وانت عندك 16 او 15 سنه غير وانت عندك 23 او 24 او 25 سنه. طب ده ليه؟ لان مسؤولياتك بتزيد، مصاريفك بتزيد، عقلك بيكبر، كل الاحتياجات اللي موجوده في حياتك بتبقى اكبر بكتير. فتخيل معايا انت مكان الشخص اللي بدأ بدري ده وجربت حاجات كتير لغايه ما عرفت الحاجه اللي بتحبها. وهنا كلامي مش قصدي على الشغل بس، ولكن كلامي قصدي على التجربه في حد ذاتها. ان انت تبتدي تتعلم حاجات معينه، زي مثلا ان انت تبتدي تتعلم مجال معين فالمجال نفسه ما يبقاش مناسب ليك فتبتدي تبص على مجال تاني، فالمجال ما يبقاش مناسب فتبتدي تبص على مجال تالت. جايز يكون المجال الاول هو المناسب ليك، ولكن لما تبدأ بدري بتزيد فرصتك ان انت تجرب اكتر لغايه ما توصل للحاجه اللي بتحبها. فتعالى نتخيل ان انت هتجرب 10 حاجات، والعشر حاجات دول كل واحده فيهم محتاجه 6 شهور. فالست شهور في 10 يعني 60 شهر.
يعني تقريبا بنتكلم في معدل 5 سنين. تخيل انت بقى بتجرب من اول 15 سنه لغايه 20 سنه، وساعتها هتكون لسه ما اتخرجتش. بس بما انك لسه ما اتخرجتش، انت عارف هتعمل ايه وعارف هتروح فين وهتشتغل ايه بالظبط. اما تخيل ان انت بدأت عند 23 سنة وده سن التخرج، تفتكر هيكون عندك وقت تجرب 5 سنين لغاية ما توصل ل 28 سنة؟ ولا الدنيا هتسحلك لانك اتخرجت ولازم تشتغل وبقى عليك مسؤوليات، فبالتالي هتقبل بأقل وظيفة ممكن تدخلها او بأي حاجة تجيلك شغل فيها علشان انت مضطر، ممكن تكمل على الحاجة دي بقية حياتك، والسبب في ان انت ما جربتش بدري ومع انك ما بتحبهاش. فكل ما بتبدأ بدري كل ما يكون عدد فرصك اكبر، والوقت اللي تقدر تجرب فيه هو اكبر بكتير من ان انت تبدأ متأخر. وزي ما قلت في الاول، كلامي مش على الشغل بس، كلامي انك تتعلم حاجة جديدة وتشوف ايه اكتر حاجة مناسبة ليك، ايه اكتر مجال مناسب ليك، ايه اكتر حتة ممكن تشتغل فيها وتحس فعلا ان انت بتحبها، وتلاقي ان هي مردودها عليك عالي وبتحس ان انت مبسوط وانت بتشتغلها. فكل ما تجرب كل ما هتلاقي الحاجة المفيدة او الافضل بالنسبة لك. وعلشان كده لازم تبدأ بدري. اكتب لي في الكومنتات ايه اول شغلانة اشتغلتها وكان عندك كام سنة. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك في القناه وتعمل سبسكرايب، لان ده بيفرق معانا جدا عشان تتابع الفيديوهات الجايه كلها. السلام.